واحدة من أغرب الظواهر التاريخية الغريبة جدا واللي كتير منا هيفسرها تفسيرات لا تمس الواقع بصلة. ظاهرة معقدة جدا وخلقت حوادث كتير جدا جدا، اختفى بسببه 2000 سفينة و250 طيارة وأكتر من 10,000 شخص من غير أي أثر ولا دليل، ولحد وقتنا الحالي محدش يعرف عنهم حاجة. ومن الآخر كده اللي بيخش جواه مستحيل يعرف يطلع منه. مثلث برمودا أو مقبرة الأطلنطي أو حتى مثلث الشيطان. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وزي الفل. اولا لما جيت ابحث في الموضوع اكتشفت انه شائك جدا وناس كتير اتكلمت عنه، وكل شخص اتكلم بوجهة نظر مختلفة وبتفاصيل مختلفة، لدرجة اني كنت بفكر ما اعملش فيديو اصلا عشان طبيعتي الشخصية ومش بحب اتكلم عن حاجة ناس كتير اتكلمت عنها. ولكن في نفس الوقت كان في حاجة جوايا كده عايزة تتكلم عن الظاهرة دي، وكان لازم اضيف بصمتي للموضوع اللي ان شاء الله هتكون هي الحقيقية. وده مش تقليل من اي شخص اتكلم في الموضوع خالص، ولكن بفضل الله انا هشرح لك الموضوع بتكامل فكري ووضوح اكتر، وده حقك عليا. زي ما بتاخد من وقتك عشان تتفرج على الفيديو لازم انا كمان اقدم لك كل الفايده اللي اقدر عليها وزياده. اولا كده خلينا نعرف مثلث برمودا موجود فين عشان ده هيفرق معانا جدا. مثلث برمودا هو منطقه على شكل مثلث بديهي يعني، ومثلث متساوي الاضلاع، وكل ضلع بيساوي 1500 كيلومتر، ومساحته مليون كيلومتر مربع، وموجود بالتحديد في المحيط الاطلسي بين جزر برمودا وبورتوريكو وفلوريدا. وطبعا اتسمى بمثلث برمودا نسبه لجزر برمودا المكونه من مجموعه كبيره جدا من الجزر وعددهم 300 جزيره، بس اللي فعلا عايش فيه سكان هم تقريبا 30 جزيره بس. في 11 ديسمبر سنه 1492 المستكشف والرحاله الايطالي كريستوفر كولومبوس، وده اللي اتقال عنه مستكشف امريكا ولكن ده مش صحيح. المهم كان كريستوفر رايح في رحله بحريه، وفيما هو يتجول ويبحر في المحيط الاطلسي لاحظ وقتها حاجه غريبه جدا، وهي ان البوصله بتاعته بدات تتهز وتتحرك حركات غريبه ومش منطقيه وعشوائيه. وفجاه البوصله وقفت تماما، ولاحظ حاجه تانية غريبه، لاحظ ان في مكان في البحر فيه امواج عملاقه وحركه غريبه وعشوائيه. والحقيقه بدا يستغرب، ولكن ما دخلش في مثلث الموت وعدت على خير. ووقتها كتب عنه في مذكراته، ومن هنا بدأ اللغز الغريب. ولكن يا ريت كان اللغز وقف لحد كده، لا ده استمر وبدأ في إظهار نفسه أكتر وأكتر. وبالفعل كانت أول حادثة تتسجل بسبب مثلث برمودا في سنة 1800 لما اختفت السفينة التجارية الأمريكية، وكان عليها أكتر من 90 شخص واختفوا كلهم. واتقال وقتها إن السبب كان مجرد عاصفة مش حوار يعني. وللأسف العالم وقتها ما كانش متخيل إن مثلث برمودا موجود بجد. وفي سنة 1840 حصلت حادثة سفينة روزلي الفرنسية، واللي كانت وقتها بتعبر بمثلث برمودا، وفجأة اختفت تماما هي وكل اللي عليها بشكل غريب. وبعد البحث اللي استمر الأيام لقوها محطمة بالكامل ومن غير حتى ما يلاقوا جثث الناس. ولكن ما كانش ده الغريب ان هم لقوها في مكان بعيد اصلا عن مثلث برمودا. وفي سنه 1880 حصلت حادثه تانية لسفينه بريطانيه، ودي كانت حادثه كبيره شويه وسمعت اكتر لان عدد الركاب كان 290 شخص، وبرضه اختفت تماما. وخلال الحرب العالميه الاولى وبالتحديد سنه 1918 حصلت وقتها ابشع حادثه اختفاء سفينه، اللي كانت وقتها غريبه جدا لاننا مش بنتكلم على سفينه عاديه، احنا بنتكلم عن السفينه العملاقه USS سايكلوبس، السفينه اللي كانت بطول 165 متر وعرض 20 متر، وكانت حمولتها 12,000 طن، وفي ثواني اختفت تماما زي اللي اختفى. الموضوع بصراحه اصبح مقلق ومثير للجدل، وما بقاش اسطوره وخرافه زي ما بيتقال. احنا حرفيا قدام فجوه بحريه عظيمه بتبلع كل اللي بيقرب منها. طب هل في ناس قربوا من مثلث برمودا ودخلوا فيه وما حصلهمش حاجه وحكوا اللي حصل؟ ده حصل يا صديقي سنه 1944. قائد الطياره البحريه ديك ستيرن بعد ما نجا من حادثه مرعبه في مثلث برمودا بيحكي اللي حصل له، وبيقول انه كان خارج بطيارته في مهمه رسميه مع 6 طيارات حربيه تانية، واثناء ما هو فوق مثلث برمودا اختل توازن طيارته، واختلال قوي جدا وبشكل مفاجئ. ونتج عن الاختلال ده ان طاقم الطياره كله وقعوا من مكانهم، ولما حاول يلف ويرجع لمكان الانطلاق حس ان الطياره بتفقد قدرتها على الارتفاع وبتنجذب بقوه لمنطقه معينه في المحيط. ولكن بعد معاناه كبيره قدر ينجح انه يوصل لقاعده الطيران بتاعته، وللاسف لما رجع ما لقاش ولا طياره من ال6 رجعت. ولحد دلوقتي محدش يعرف اي حاجه عن الطيارات اللي اختفت من غير اي اثر. والقصة التانية وهي قصة جون تيلي، وبيحكي جون انه كان خارج بسفينته عشان يصطاد الحيتان، وكان معاه اصحابه في سفينة تانية، وبيقول ان كان المناخ مناسب والبحر هادي ومفيش اي حاجة. ولكن اول ما دخلوا السفينتين في منطقة عميقة في المحيط بين مجموعة من جزر البهاما كان وقتها الليل جه والدنيا ضلمة بالكامل،
فجون راح جابنته وقال انام شويه لحد ما الشمس تطلع عشان نبدا نصطاد. ولسه بينام اذ فجاه يلاقي الامواج بتضربه من كل مكان. قام من مكانه وفتح باب الكابينه بسرعه عشان يلاقي نفسه في عمق البحر والسفينه بتغرق بيه، ومفيش اي حل غير ان هو ينط منها ويحاول يطلع لسطح الميه. وفعلا نط من السفينه وحاول يبعد عن المنطقه دي، والحمد لله شاف سفينه صحابه وكانت بتحاول تهرب هي كمان، ولكن الحمد لله شافوه انقذوه وسابوا المكان ومشوا فور. تفتكر بقى ايه التفسير العلمي لكل ده؟ وهل اصلا ده شيء من الطبيعه ولا ما وراء الطبيعه؟ قبل ما اعرف رايك في الموضوع حابب اقول لك عن التفسيرات الغريبه اللي اتقالت عن مثلث برمودا، ومنهم تفسيرات علميه ومنهم تفسيرات هبديه. من التفسيرات المضحكه ان في وحش عملاق عايش في مثلث برمودا وبيطلع ياكل كل شيء، وطبعا هو اللي بيخرج ياخد السفن والطيارات. ومنهم اللي قال ان في كائنات فضائيه عايشين في المكان ده وبيدخلوا ويطلعوا منه لجوف الارض وبياخدوا اي حاجه تعدي من هناك سواء طيارات او سفن او حتى بشر. ومنهم اللي قال ان في امواج عملاقه بتوصل ل 20 متر، ودي من التفسيرات العلميه شويه. ومنهم اللي قال ان في عواصف ورياح سرعتها 270 كيلو متر في الساعه. طب والطيارات اللي بتتبلع كل شويه في مثلث برمودا؟ وعلماء تانيين طلعوا تفسير علمي شويه وقالوا ان الطيارات اللي بتقع في مثلث برمودا بسبب سحب سوداء عملاقه بتشوش الرؤيه على الطيارين وبالتالي بيفقدوا توازنهم ويقعوا. خليني اقول لك التفسير الشخصي بتاعي. يمكن يكون الكلام ده يبان انه علمي ومنطقي، ولكن مش دايما كل حاجه علميه ومنطقيه بتكون صح 100%. وبصراحه التفسير الاقرب للحقيقه بالنسبه لي، وده اللي انا اعتقد انه الاكمل والاشمل، واول تفسير اظن ان هو حقيقه، هو له علاقه بمدينه اطلانتس المفقوده. ومدينه اطلانتس دي عايزه لها حلقه لوحدها. ولو جينا لاحظنا مكان تواجد مثلث برمودا هنلاقيه في المحيط الاطلنطي، ومدينه اطلانتس برضه كانت في المحيط الاطلنطي. ده غير ان في خرائط قديمه كتير بتوضح ان مدينه اطلانتس كانت في مكان مثلث برمودا. والاسطوره بتقول ان مدينه اطلانتس كان ليها اهرامات زي اهرامات مصر، ولكن اتقال رايين في الموضوع ده. اول راي بيقول ان الاهرامات دي كانت بتستخدم في انتاج الطاقه، ولو الكلام ده حقيقي هيكون سبب واضح ان لو الاهرامات دي فعلا تحت مثلث برمودا هيكون من السهل ان الاهرامات دي تجذب كل الاجسام اللي فوقها من طيارات وسفن واي شيء حرفيا. ولكن الراي التاني بيقول ان الاهرامات دي كانت بتستخدم في السفر عبر الزمن، وان عشان كده اي سفينه او طياره بتعدي من فوق مثلث برمودا بتختفي تماما وبتسافر عبر الزمن لمكان محدش يعرفه. والتفسير التاني واللي الحقيقه شايفه علمي اكتر، وهو ان المنطقه دي فيها غاز الميثان بكميات كبيره، واللي بيعملوا الغاز ده انه بيعمل انفجارات تحت الميه، وده فعلا اللي اكتشفوه الغواصين ولقوا حفر عملاقه تحت الميه بسبب غاز الميثان. ولما بتحصل الحفر دي بتقلل كثافه الميه، فبالتالي بتوقع اي حاجه فوق وبتخلي اي سفينه تغرق بسهوله. ولكن لو السبب ده صح، ايه علاقته باختفاء الطيارات؟ وده بصراحة سؤال حلو، ولكن العلماء برضه بيقولوا ان المنطقة دي فيها غيوم سوداء، وده اللي بيخلي الرؤية صعبة بالنسبة للطيارات وعشان كده بتقع. وسبب تاني ان المنطقة دي فيها امواج عملاقة بتوصل ل 20 متر، ولكن برضه لو السبب ده صح، ايه علاقته بالطيارات اللي بتقع؟ وانا مش بتكلم عن حادثة ولا اتنين، انا بتكلم عن 250 طيارة اختفوا. يعني الموضوع اكيد ليه علاقة بالجو زي ما ليه علاقة بالبحر. ولو جينا نربط المواضيع ببعضها، ودي دايما بتكون افضل طريقة عشان تعرف فين الاساس، هتلاقي ان رحاله كريستوفر كولومبوس، وده اول شخص اكتشف مثلث برمودا زي ما قلنا، لما بس قرب منه لاحظ ان البوصله بتاعته بدات تتهز وتعمل حركات عشوائيه، واظن ان البوصله من المعدن. ده غير ان الطيارات برضه من المعدن، والسفن اكيد فيها معدن، سواء في الحموله اللي شايلاها او في الاسلحه والمعدات لو هي سفينه حربيه، او حتى في اساس السفينه نفسه. واظن ان ده فعلا اللي بيخليهم ينجذبوا لتحت ويغرقوا تماما، وان مدينه اطلانتس واهراماتها الغريبه هي السبب وراء كل ده. هتقولي طب ليه مش بنلاقي السفن والطيارات في نفس المكان اللي غرقت فيه؟ العلماء عملوا ابحاث عن منطقه مثلث برمودا واكتشفوا ان المكان ده غريب جدا، لان الامواج اللي فيه مش بس امواج سطحيه وخلاص، ده كمان في امواج في الاعماق وبتوصل لاكتر من 20 متر، وبتكون قويه جدا وهي اللي بتزق اي حاجه بعيد عن مثلث برمودا اصلا، وبالتالي اي حاجه بتقع في مثلث برمودا بتنجرف عنه بسهوله. عشان كده لما بيدوروا على حطام سفينه غرقت في مثلث برمودا بيلاقوها بعيد جدا عنه. والغريب بصراحه ان الغواصين لما نزلوا مثلث برمودا اكتشفوا ان في كائنات بحريه عايشه في المحيط المظلم ده، ولكن طبعا مش ده الغريب. الغريب ان الكائنات دي كانت اجسامها مضيئه وكانت بتنور في اعماق المحيط عشان تقدر تعيش. وسبحان الله ده فعلا اللي ربنا قاله في القران الكريم من اكتر من 1400 سنه. ربنا عز وجل قال في سوره النور الايه 39: بسم الله الرحمن الرحيم.
العظيم. وده فعلا لسه كنا بنقول ان العلماء قالوه، وهو ان مثلث برمودا من اظلم واعمق الاماكن في المحيطات كلها. ده غير ان كمان في نوعين من الموج السطحي والموج السفلي، وده اللي ربنا قاله في القرآن الكريم: يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. سبحان الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني اللي ربنا مش هيجعل ليه نور مش هيكون ليه نور تماما، وهو على كل شيء قدير. وزي ما قال الصحابي العظيم علي رضي الله عنه: القرآن الكريم حمال أوجه. وكمان ابن عباس رضي الله عنه قال: القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوه. يعني القرآن الكريم مليان معاني وتفاصيل كتير في كل كلمة، والإنسان بياخد منه المعنى الأوضح والأشمل والأكمل. وعشان كده بنلاقي تفسيرات كتير لنفس الآية في القرآن، ولكن في الأغلب كل التفسيرات بتؤدي لنفس الشيء ونفس المعنى. والآية القرآنية اللي قلناها محدش عارف هل تفسيرها على المحيطات والبحار كلها، ولا تفسيرها على الجزء من المحيط ده بس، أو أصلا تفسيرها عن الكافر أو غير مؤمن. الله أعلى وأعلم. ولو رحنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على سيدنا محمد، هنلاقي حديث له علاقة بالموضوع جدا، ويمكن هو ده حل اللغز. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني أقربه منه منزلة أعظمهم فتنة، وده المحبب بالنسبه له. يعني اختصار الحديث ان ابليس عرشه على الماء، ومحدش يعرف هل فعلا مكان ابليس هو مثلث برمودا ولا لا، ولكن مفيش منطقه في المحيطات والبحار اظلم واعمق واخبث من مثلث برمودا. الخلاصة يا صديقي، مفيش شك ابدا ان لغز مثلث برمودا غامض وغريب، والعالم كله محتار في تفسيره جدا، ولحد وقتنا الحالي مفيش اجابة واضحة وصريحة على وجوده. والعلماء عمالين يطلعوا في نظريات كتير عن كمية الالغاز دي، ومنها نظريات بتكون مقنعة نوعا ما، ولكن في جوانب تانية كتيرة مش صحيحة 100%، وعشان كده النظريات دي بتكون ضعيفة. وفي النهاية اتمنى اكون وضحت لك الموضوع شوية، ولو على الأقل بنسبة 1%، وأتمنى يكون كلامي سهل وواضح في الاستيعاب. وبجد كانت رحلة ممتعة جدا من البحث والاستكشاف. وسؤال الفيديو ده: بعد كل النظريات اللي شفتها في الحلقة دي، تتوقع إيه هي النظرية أو السبب العلمي اللي ممكن يكون حقيقة؟ سيب لنا كومنت بتوقعك وقول لنا رأيك في الموضوع. وبما إنك بتتفرج لحد دلوقتي، فحب أقول لك والله إني بحبك في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.